السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب العالمين. تعالوا النهاردة هنجهز غدا سهل وسريع واقتصادي، يعني مش مكلف خالص، مكوناته بسيطة. هنعمل ايه؟ هنعمل كفتة داوود باشا. هي سهلة في تحضيرها وسريعة كمان، يعني ما بتاخدش معانا وقت في التجهيز. يعني لو مستعجلة زي حالي النهاردة كده، تعالي نعمل الغدوة دي. تعالي نشوف مكوناتها ونشوف هنعملها ازاي، ويا رب تعجبكم. خليكم معايا لاخر الفيديو ونخلص الغدوة سوا، وان شاء الله هتعجبكم وتعجب اولادكم لما تجربوها. خليكم معايا. هنبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انتم شايفين معايا مكونات كفتة داوود باشا سهلة وبسيطة واقتصادية، مش مكلفة خالص. معانا هنا اللحمة المفرومة، معاها بصلة مبشورة، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل بابريكا ورشة من الشطة، والأساسي فيها طبعا القرفة. هنبدأ أعجنها مع بعضها بحيث ان انا ادمج كل المكونات في بعض كويس جدا. الاكله دي يا جماعه بصوا حلوه قوي، وولادي فعلا بيحبوها. وكمان احلى حاجه فيها انها ما بتاخدش مجهود ولا وقت. يعني لو يوم مستعجله، يوم جايه متاخره من الشغل، عايزه تعملي حاجه بسرعه وتريحي دماغك، الاكله دي حلوه وجميله وهتعجبكم صدقيني. لان انا هضيف لها هضيف معاها بطاطس، هتشوفوا معايا دلوقتي وانا بجهزها. البطاطس بتاعها يتاكل لوحده، بس مع اللحمه المفرومه بيعمله طعم تاني خالص. هتشوفوا معايا دلوقتي بقيه تجهيز الغدا وان شاء الله يعجبكم. بعد ما عجنتها كده خدتها على جنب، وهبدأ اعملها اشكلها كده كور متوسطة، مش هعملها لا كبيرة أوي ولا صغيرة قوي. زي ما انتوا شفتوا كده معايا هعملها كور كلها شكل واحد ومقاس واحد. هكمل بقى وارجع لكم. بعد ما كملت تشكيلها حطيت طاسة على النار فيها نقطة من الزيت، مش زيت كتير خالص، يدوب بس عشان اقلب فيها الكفتة بتاعتي واديها لون. مش هسويها، انا هديها بس لون. بالراحة كده بس عشان ما تفكش معايا. ومش على طول بتقلبيها، انت بتسيبيها كده بس تاخد الاتجاه ده ياخد لون، وتبداي تقلبيها عشان ما تفكش منك. وعلشان اللي عندي الزيت سخن قوي فخدت لون بسرعة، ما خدتش وقت. هبدأ اقلبها كده من كل الاتجاهات تبقى كلها نفس اللون. اللحمة دي شقية، كل ما اقلبها ترجع تاني. ريحتها وهي بتتقلي ريحتها جميلة جدا، لان كمية البهارات اللي فيها مش مغيرة ريحة الكفتة بتاعتي ولا مغيرة طعمها، بس مديها ريحة حلوة قوي. عموما يعني نصيحة لأي بنت لسه داخلة المطبخ جديد، ما تحاوليش ان انت تكتري البهارات بحيث ان انت تغيري معالم الشيء اللي انت بتعمليه. يعني لو لحمة او فراخ او كده، يعني انا في الفراخ بزود شوية في البهارات عشان ريحة الفرخة بيبقى ليها ريحة زي ما شوية. انما في اللحوم بحب ان انا يعني ايه احط لها الحاجة اللي تناسبها بنسبة ان هي تديها طعم.
مش انها تغير معالمها، يعني تبقى ريحة اللحمة وطعمها فيها. يا ريت تكونوا فهمتوا اللي انا قلته. طبعا بعد ما قلبتها وخدت اللون اللي انا عايزاه، هبدأ اعمل الصلصة بتاعتها. هنا انا بشيل الكفتة بعيدها عن الزيت، وباخد الصوص اللي نزل منها هقلب فيه التومة بتاعت الصلصة. الصلصة النهاردة هنعملها بتومة، مش هنعملها ببصل. فانا اخدت الصوص ده بيديها طعم وطبعا ريحة تحفة. هي غامقة شوية، ما تقلقوش، الصلصة هي هتدي لون كمان للصلصة احلى. هنا معايا معلقة من التوم مفرومة، معلقة كبيرة. هنقلبها كده شوية في الزيت والصوص اللحمة اللي نزل منها، تقليبة كده على السريع. وهكون طبعا محضرة عصير الطماطم. مش هسيب التوم بتاعي يغمق عشان تبقى ريحته طالعة كده، يعني التحمير الزيادة بيكتم ريحة التوم وطعمه، فانا مش هحمرها، يعني مش هغمقها قوي، يا دوب تقليبة كده. وهضيف البهارات بتاعتي، عبارة نفس البهارات اللي انا حطيتها في الكفتة، اللي هي الملح، الفلفل، البابريكا، والقرفة ما تنسوش. هسيبها كده على النار تاخد غلوة وتتسبك، ونكمل الخطوة اللي بعد كده. هنا البطاطس زي ما قلت لكم مقطعها مكعبات متساوية كده، مش كبيرة قوي، لان انا مش عايزاها تاخد وقت على النار، فانا مقطعها يعني مكعبات تعتبر صغيرة. هسيبها تاخد غلوة، مش تستوي، يعني يا دوب تدخل في السوي، وهبدأ اضيف لها الكفتة يكملوا سوهم مع بعض. زي ما انت شفتوا معايا كده، سبتها خدت شوية على النار حوالي 10 دقايق. البطاطس بدأ يستوي يعني مش قوي، وبدأت اضيف الكفتة، هقلبهم مع بعض واسيبهم على النار 10 دقايق كمان. يعني كل الوقت اللي خدته الطبخة دي حوالي 40 دقيقة على النار. لان زي ما انتوا شفتوا معايا، انا هنا كمان كنت ولعت على الرز، عملت رز ابيض عادي. زي ما انتوا شايفين كده الغدا بتاعنا جاهز. يا رب يكون الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم، وما تنسونيش وتدعموني باللايك والشير والاشتراك للي لسه ما اشتركش عندي في القناة. واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة حبايب قلبي.